العلامة الأخرى التي نراها في المصاحف علامة جيم كما نرى على اللوحة. حرف جيم هذا يأتي في القرآن وله عفوا في المصحف وله معنى ذكره الأئمة، وهو علامة جواز الوقف وجواز الوصل. يعني كأنهم يقولون إن أحببت أن تقف هنا فقف، وإن أحببت أن لا تقف فلا تقف، على راحتك، يعني لأنه الوصل له وجه والوقف له وجه، كقوله تعالى في سورة الملك عن الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلك أن تقول إن عبارة وهو العزيز الغفور شديدة التعلق بما قبلها فتصل، ولك أن تقول هي جملة مستقلة فتفصل. نرى على اللوحة يصح جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية مرتبطة بما قبلها، يعني خلق الموت والحياة حالة كونه العزيز الغفور، هذا معنى حالية مرتبطة بما قبلها فيجوز وصلها به. ويصح يعني أيضا جعلها مستأنفة فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها. إذن لما نرى جيم في المصحف إن أحببنا أن نقف نستطيع الوقوف، وإن لم نقف فلا شيء علينا.